الشيء الإيجابي في هذه الحادثة كان وجود ممرضة في السوق تفاعل معها الناس بعد ما أنقذت النفس هذه بعد ما جاء 4 طلقات. وتفاعل المغردين في هاشتاج في تويتر بعنوان شكرا للممرضة أريج القحطاني. الهاشتاج هذا قدموا فيه شكرهم لأريج على عملها الإنساني الكبير اللي قامت فيه. كانت أول التغريدات من بدر العامر. بدر قال: الأخت لم تنقذ نفس واحدة بعد الله، لقد أنقذت شخصين من الموت الجاني والمجني عليه، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إلى تغريدة محمود يقول: هرب الجميع من الموت وبقيت أريج تقوم بمهمتها في إنقاذ شخص كان قريب من الموت. أما الدكتور محمد دويش يقول: التمريض مهنة إنسانية نبيلة خيرة تسمو بصاحبها وصاحبتها إلى مرتبة التضحية بالنفس لإنقاذ نفس. وإلى آخر يقول: أثناء الهروب والصراخ من العامة تأتي ممرضة سعودية حاربت نقد مجتمعي وربما عائلي لتنقذ ما يمكن إنقاذه وبشجاعة. يوسف العياف غرد بأبيات شعر: يلي تقولون المرض العنعويج لاجت على الفزعة، ما هو بس رجال كل نساء في المملكة مثل أريج. ختاما غردت أريج نفسها: في يوم ما أقسمت أن أفعل ما بوسعي لإنقاذ أرواح مهما كلفني الأمر وحتى على حساب نفسي، ولن أسمح لأحد بإبعادي، هذا أنا. تنضم لي هنا في الاستوديو أريج القحطاني اللي وقفت على الحادثة وساهمت في إنقاذ المصاب. أهلا يا أريج. تفضل. السلام عليكم. حياك الله. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. هنا قربي هنا عند. يعطيك العافية على اللي سويتيه. الله يسلمك. أنا ودي أعرف كيف كانت القصة، وين كنتي أنت، وين كان موقعك، وكيف أنقذتي هالنفس؟ طبعا أنا كنت يعني بيني وبين المكان في سيب. إيه. فكنت متجهة أبغى أصلي أنا وأختي. إيه؟ وكانت أمي في الدور الثاني. فجأة لو نسمع صوت طلقات نار. صوت كان عالي. كان عالي. فأنا وقتها يعني ما أدري، الناس كلهم ينحشون ويطلعون برا، وأنا إيش أسوي؟ فطلعت برا وأعطيت أختي الشنطة ورجعت مرة ثانية. طبعا كل الناس يطلعون وأنا الوحيد منا وأنت راجعة. أيوة. وأنا داخلة والناس كلهم طالعين. في ناس قالوا لك رجعي؟ لا. بس في ناس كلهم يعني اللي يبكي واللي ما أدري إيش واللي بالحرمة اللي تصارخ. طيب. ففي واحد جاني مليان دم. قلت إيش صاير؟ قال طلق نار واحد هناك ميت ما أدري شو يقول. مرتبك. فقلت له: أنت طيب؟ أهلك طيبين؟ قال تمام. قلت طيب اطلعوا. حلو. ورجعت أنا مرة ثانية قلت وين مكان الإطلاق؟ قالوا لي هنا وأشهروا لي. طبعا رحت على طول للمكان، أنا ما انتبهت، الموقع مرة خطير والدم أظن في أرجاء المكان جدا. فأنا قلت أنا لازم يعني أشوف شغلي إيش هذا. طيب سويتي؟ فالمكان خطير. توجهت على طول له. في زحمة؟ لا ما كان في أحد أبدا. هذا كان ريحك أكثر. أيوه. فالحمد لله أني رحت له وحاولت أصحيه. حاولت أسأله إيش اسمك؟ رد علي اسمه. قلتي كويس. أيوة. أيوة. فقلت له: ما عليك، أنا أوعدك بإذن الله أني لا أسوي كل شيء أقدر عليه. وش سويتي؟ حاولت أني أصحيه إنه يكون معي ما ينام. كان في ملابس في برا المحل، كان في محل في السوق اللي جنبه. أيوة. المحل الملابس اللي برا. فسحبت لبستين أو 3 وكانوا في كثير مجموعة، فاستعنت ب2 منهم يشقون لي الثوب ويشقون لي القطع اللي معي. أيوة. إيه. فالحمد لله قدرت أسيطر على النزيف. الحمد لله قدرت أراقب تحركاته والنبض والتنفس. فالحمد لله مع الضغط مع التشجيع الدعم المعنوي. والناس كانوا يكلمون الإسعاف. أيوة. أيوة. أنا قبلها قلت ضروري إسعاف الله يخليكم. أيوة. أيوة. طيب. الإسعاف والشرطة. طيب وبعدها وانت خلصتي مهمات كاملة، الرجل الباقي صاحي؟ الحمد لله جاء الإسعاف، الرجال صاحي يتكلم معي: أنت طيب؟ يقول الحمد لله. أقول إيش اسمك مرة ثانية؟ يرد اسمه. طيب كم طلقة كان فيه؟ 3 طلقات أو 4. طلقة على الجنب، في طلقة على الفخذ. كان خطير يعني كله. بس الحمد لله أنا شيكت على الرأس. ما في شيء. شيكت على مكان القلب.
واهم شيء انه يعني النبض، راقب النبض والتنفس اهم شيء. والله ممرضة بصراحة ترفعين الراس يا الله ريج. يخليك. والناس اللي كانوا محتفلين فيك من امس احنا قلنا أشكرهم يعني وأشكرهم على نجي في دعمهم. الاخير احنا يعني جينا بعدهم بصراحة. كل الناس اثنوا عليك، كل الناس شكروا اللي سويتيه. انت ممرضة في اي مستشفى؟ انا تخرجت من كلية الفارابي. ايوه. انا عرفت القصة وباك تقولينها. الله يسلمك. اعطينا. انا تخرجت من كلية الفارابي. أي. قعدت 7 شهور، قدمت على الهيئة السعودية للتخصصات الطبية. اي. اختبرت، رسبت. لكن حاجة جواتي يعني أنا أحب هذه المهنة. أنا أبغاها. ولا أنت ما في شيء كسرني أبدا. الآن أنت في البيت؟ أيوة أنا الآن في البيت. يعني أنا ما أدري يعني ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني أريج أحيت نفس. أتصور هذه أكبر شهادة لأريج أنها تكون تخدم أمهاتنا وخواتنا وعيالنا في المستشفيات. هذه مهنتها اللي هي تقول أقسمت انها بتشتغلها. أقسمت. المشكله العويصه انه مستشفياتنا فيها ناس قاعدين يتعلمون فينا ومن جنسيات مو سعوديه، يعني بيتعلمون وبيمشون. رساله يعني لوزاره الصحه انه بنتنا اريج انها تكون ضمن الناس اللي يخدمون اسرنا. بصراحه اكبر شهاده سويتيها امس، دليل انه انت انسانه رائعه جدا. هذا السي في خطير، يعني شهاده الناس ترى اكبر سي في. يعني انت ما ركضتي لشهاده الناس كلهم ركضوا لك وشكروا فيك. ابغى رسالتك الاخيره تقولينها الان بعد كل اللي صار لك من امس الى اليوم. يعني احتفال فيك صراحه. الحمد لله. طبعا مهنه التمريض لا يستحق ان يهمش او ينظر اليه بنظره دنيئه. لا، التمريض مهنه نعم امانه على العاتق. فيجب انت وفيتي الامانه الحمد لله. الوالده الحمد لله امام الله. ايوه. طيب سلمي على الوالده ونعم التربيه، واحنا ان شاء الله بنشكر الوالده على هالتربيه واهلك، وبيض الله وجهك يا ريج. الله يسلمك. انت فخر لنا. شكرا لك يا ريج، يعطيك العافيه. هذا ديني وهذا وطني وهذه مهنتي وهذه انا. وهذا اللي ما نستغربه منك يا ريج ومن غيرك من بناتنا اللي يشتغلون شغلتك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا يا ريج.